كنت في الشغل، فوجئت طبعا ان اتصل بيا والده. انا كنت يعني منتظره التليفون دوت بفارغ الصبر يعني. وبعدين فقدت الامل لما ما حدش اتصل لغايه الساعه 9. مشيت قلت بقى ملناش نصيب بقى اللي باين علينا او كده، اصل الثانويه العامه دي خداعه على قد كده. بس الحمد لله نحمد ربنا. بصيت لقيته اتصل بيا وبيقول لي يا بنوب نجح. طبعا فرحت خالص وزمايلي فرحوا معايا، فكان شعور جميل جدا ان انا ابني يطلع من الاوائل. هو اصلا طلع اول على المحافظه في الثالثه اعدادي. وكنت بتمنى فعلا، كنت مستنيه وزير الصبح بتاعت الساعه 10. ابنوب عادل، الف مبروك النجاح. قال له طب اديني والدك، فاداله والده. فاتصل بيا، فانا كنت مستنيه التليفون. مجرد ما اتصل بيا بقول له ابنوب نجح، قال لي اه. قلت طب احمدك يا رب، يا ما انت كريم يا رب، حمد وشكر ليك يا رب. حتى زمايلي في ايه يا بنوب نجح، قلت لهم اه. يجي زعلان وبعيط في ايه، مش عارفه الم المنهج، عايز يلم المنهج كله في يوم واحد او في يومين. طب ازاي؟ بس طبعا ليه حق ان هو عايز يخش الامتحان حتى لو هو ذاكر قبل كده، عايز يلم كله وعايز يحفظ كله وتراجع له من جديد ويسمع. طيب انا اقرا لك ماشي، لكن لسه هتسأل ان انت تقعد تحفظ من جديد؟ ما في حاجات نسيتها. طب ايه ده، خلاص بالراحه، انت عايز ايه هقرا لك. وانا شويه واخوه يقول له ايه طب ساعدني شويه عشان انا تعبت. في منافسه بينه وبين اصحابه، وكلنا بنشجعهم كلهم يعني في نفس الوقت. الجدعنه ان حلوه ان واحد يتنافس معاه وتتجدعن، يعني ما نقولش لحد، بالعكس ده حتى اللي هو كان ضعيف خالص نقوله الجدعن، حاول، ما فيهاش اي حاجه انك تحاول. والحلوه انك انت تذاكر وتبقى كويس وهات. انا اتمنى ان الكل ينجح، زي ما اتمنى الخير لابني اتمنى لغيري، وما ازعلش برضك، وما كنتش ازعل لو حد تاني خدها. اهدى كده، واللي انت تجيبه اللي ربنا رايد لك بيها اعمل اللي عليك وذاكر، ومالكش دعوه انت بحاجه، سيبها على ربنا.